السعودي. أشكر لك صبرك يا ياسر تواجدك معي. ياسر، كنا نتحدث أنا وياك أمس عن أهمية البداية تعني السقوط بالخسارة من خلال المنتخب السوري. تعتقد أنه المنتخب السعودي لم يتوج حضوره الأول لا حضور لا على مستوى فني مما انعكس عن النتيجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا. وأنا أعتقد أن احنا اليوم خذلنا الجميع في البداية، احنا خذلنا أنفسنا قبل الكل، ولكن نتحمل المسؤولية احنا كلاعبين. اليوم لم نظهر بالشكل المطلوب. يمكن احنا يعني استحوذنا على أغلب مجريات المباراة، ولكن ما استغلنا الفرص اللي حصلت. المنتخب السوري استغل فرصتين، سجل منها هدفين. مبروك المنتخب السوري هارد لنا. كابتن، من خلال الشوط الثاني بعد تكتل الدفاع السوري في الخلف، لاحظ أن الرغبة تكون من خلال الدخول لمنطقة الجزاء. لم تكن هناك توجيهات بحلول من تسديد من خارج منطقة الجزاء؟ هو كان المنتخب السوري زي ما قلت أنت متكتل في الدفاع يعني، وكانت صفوفه متقاربة وقريب من مرمى كثير. احنا حاولنا، يمكن الشوط الأول ما استغلنا نقطة الأطراف، ولكن الشوط الثاني حاولنا الضغط من الأطراف، حاولنا من خلال التسديد، ولكن سنحت أكثر من فرصة، ولكن في النهاية ما تحقق المرجو اللي هو الهدف. ولكن الحمد لله رب العالمين أولا أخيرا. هذا درس احنا إن شاء الله نستفيد منه. عام 2000 المنتخب السعودي خسر أول مباراة ولعب على النهائي، إن شاء الله تكون درس إن شاء الله. بناء على يعني عاطفة المشجع اللي شاهدنا الحين عبر الشاشة، الخروج من مباراة أنت مرشح لها، هذا يعني تقلص فرص في القادم من المباريات؟ لا أبدا، احنا ما نبي نسلم. لو احنا اتكينا على هذا الكلام كان يعني معناته ان احنا نستسلم وراح خلاص ما يحتاج نلعب المباراتين القادمة. لكن كرة القدم زي ما قلت لك فرص، زي ما كان الكل متوقع فوز المنتخب السعودي بسهولة، يجب أيضا الكل أنه يتوقع أن المنتخب السعودي يتجاوز هذا التعثر ويكسب المباراتين القادمة إن شاء الله. أشكرك. شكرا.